السنوار في بث مباشر وقال أشكر حكومة المملكة العربية السعودية وأشكر شولوم بالتحديد. لو خرج السنوار قال هذا الكلام، واحد يقول لي يا عمر يلا قاعد يمدح السعودية ويمدح شولوم، إيش رأيك في الكلام هذا؟ بقول له الله يقويك. أعرف أنه شولوم قتل أصدقائنا، سجن أهلنا وأحبابنا، واعتقل شيوخنا، وقتل في أهل اليمن، وقتل يمين وشمال، وآذى وفعل 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 وفعل. لكني أنا أفهم موقفك، أنك أنت تبحث عن أي أداة وأي وسيلة وأي طريقة تستطيع من خلالها أن تحقق أهداف لتحرير شعبك وقومك وبلدك. هل بمسك فيه أنا بخنقه؟ ليش؟ لماذا خنتمونا؟ لماذا؟ ما هو اسماعيل هنية يطلع كل يوم يقول أنا أشكر السعودية. خالد مشعل طلع في أكثر من مقطع قال أنا أشكر السعودية. تعال لماذا؟ هذا شولوم. يا رجل شولوم يعتقل أبنائكم، يسيبك من شولوم. إلى الآن ما صارت. ألم تخرج الحركة في غزة وتشكر السيسي وتشكر المخابرات المصرية؟ حصل الكلام ده ولا ما حصل؟ يوجد مصريين اليوم من جماعة الإخوان المسلمين في السجون بتهمة التآمر والتخابر مع حماس. هل يخرج المصريين اليوم يقولون للجماعة في غزة خنتونا، بعتونا، دعمتم داعمينا وقتلتنا، والسيسي قتل المصريين وبشار قتل السوريين؟ متى أنا باجي ألومك يا الشباب اللي في غزة؟ لما بيرفع السلاح في يوم من الأيام بيتحول إلى أداة قامعة في يد شولوم. لما بشوفه يرفع السلاح ويتحول إلى أداة قامعة وباطشة في يد السيسي. لما أشوفه في يوم من الأيام يروح يتحول إلى أداة قاتلة وقامعة في يد بشار أو إيران أو غيرها من الدول، حينها سألوم. أما اليوم سياسة.